90% من الناس تواجهها مشاكل وهي بتعمل حملات مبيعات من خلال الوسائل، وبيبقوا في إعدادات كتير مفوتينها ومصطلحات مش فاهمينها وتركات مش هيعرفوها إلا لو كان عندهم خبرة سنين في المجال ده. علشان كده أنا هاجي أنقل لك خبرة السنين دي من خلال شغلنا مع براندات في الخليج وفي مصر، وهنتكلم في الفيديو ده عن إزاي نعمل حملة مبيعات من خلال الوسائل. هنيجي هنا نضغط على إنشاء. أول حاجة هتلاقي هنا مكتوب نوع الشراء المزاد. يعني إيه مزاد؟ ببساطة فيسبوك بيعمل مزاد بين الحملات الإعلانية، فبالتالي لو حضرتك عندك منتج معين وعندك منافس تاني ومنافس تالت كلكم بيبيعوا نفس المنتج وبتستهدفوا نفس الجمهور، ببساطة كده يعني أنت والمنافسين بتوعك في مجال معين، فأنتوا الثلاثة لما تبدأوا حملات إعلانية فيسبوك بيعمل مزاد بينك. ولنفرض إن أنت هتدفع 500 جنيه والمنافس الثاني هيدفع 1000 جنيه والمنافس الثالث هيدفع 1500 جنيه، فبالتالي فيسبوك بما أن أنتوا الثلاثة بادئين حملاتكم الإعلانية مع بعض فأكيد هيبدأ يجيب النتائج الأحسن للي دافع 1500 جنيه. ده طبيعي من اسمه مزاد، اللي بيدفع أكتر هيوصل لنوعية العملاء الأفضل وإعلانه هيظهر أكتر وهيوصل فعلا للشخص المهتم بما أنه هو اللي كسب المزاد. والكلام ده قبل كان معتمد على الفلوس وعلى الاستهداف، لكن دلوقتي في 2026 بقى في حاجة مهمة جدا ألا وهي الكرييتيف. الكرييتيف يعني الإعلان اللي حضرتك هتستخدمه في الحملة الإعلانية دي. فأنت مثلا عايز تستهدف الكلاس A، الفئة الراقية اللي ما عندهاش مشكلة تشتري منتجات أونلاين ب 1000 جنيه 2000 جنيه 3000 جنيه حتى ب 5000 جنيه أو أكتر. بالعكس الفئة دي ما بقتش تشتري إلا عن طريق الأونلاين، بقت قليل قوي تنزل على السوق وتعمل شوبينج بنفسها. أنت دلوقتي ممكن حتى تشتري شقق وبيوت عن طريق الإنترنت وتنزل بس تمضي عقود وخلاص البيت بقى ليك وعربيات والكلام ده كله. فأنت علشان تستهدف فئة زي دي لازم تبقى فاهم ان دلوقتي احنا في اليوم الواحد بنشوف اكتر من 500 اعلان في اليوم. انت فاتح فيسبوك بيظهر لك اعلانات، وانت فاتح تيك توك بيظهر لك اعلانات، وانت فاتح انستجرام بيظهر لك اعلانات، لو انت في الخليج وفاتح سناب شات هيظهر لك اعلانات، وانت رايح على شغلك تلاقي يفط اعلانات، او لو انت طالع على الدائري هتلاقي يمينك وشمالك كلها لوحات اعلانيه. هتعدي في السوق وانت راجع البيت هتلاقي المحلات حاطه اعلانات على واجهات المحلات بتاعتها، خصم 50%، اشتري اتنين واحصل على التالت مجانا. كل دي تعتبر اعلانات، فدماغك بقى متعود على كميه اعلانات كبيره وما بقاش بيديها اهتمام. فانت علشان تستهدف الناس الصح لازم الكرييتيف اللي انت عامله، الفيديو اللي انت عامله، الريلز اللي انت عامله، حتى لو بوست وصور انت عاملهم لازم فعلا يجذبوا العميل المهتم بشراء المنتج ده. فانت ما ينفعش تيجي تعمل فيديو وتكون مصوره بكاميرا وحشه، الدقه بتاعتها وحشه، الكاميرا مش ثابته، بتقول فيه كلام فيه لخبطه كتير، مش منسق، الصوت مش واضح، حاطط اغاني في الخلفيه الناس مش سامعه انت بتقول ايه، فالفيديو انت عامله بشكل وحش. فاكيد الكلاس ايه عمره ما هيهتم بالمنتج اللي انت بتقدمه، علشان ببساطه الاعلان ما جذبش الشخص ده. للاسف 90% من الناس اعلاناتها بتفشل بسبب ان هم مش تعبانين على الفيديو اللي هم عاملينه، مش تعبانين على الكرياتيف، مش مفكرين احنا هنقول او هنستهدف الناس ازاي، مش حاطين هوك في بدايه الفيديو، يعني مش حاطين جمله اول 3 ثواني من الفيديو تجذب الناس. ودي حاجه من اهم الحاجات في الفيديو. يعني انت في بدايه الفيديو مثلا لازم تبداه مثلا بسؤال او بجمله صدمه او برقم صادم، مثلا 90% من الناس بتعاني من المشكله كذا، وانت لما تقول لهم 90% من الناس بتعاني من المشكله كذا، فدماغ الانسان لما تلاقي مشكله لازم تلاقي لها حل، فهي هتسمع الفيديو علشان تلاقي الحل ده، والحل هيكون المنتج اللي حضرتك بتقدمه. وليكن مثلا حضرتك بيع مشد للظهر، فانت ممكن تبدا الفيديو بتاعك 90% من الناس بتعاني من الام الظهر، فهنا فيسبوك هيوصل الفيديو بتاعك للناس اللي مهتمه بالنوع ده من الاعلانات، الناس اللي بتشوف الفيديوهات بتاعت الام الظهر وبتاعت المشدات الطبيه الى اخره. بعد كده انت مش هديهم المنتج بتاعك على طول، لا انت بعد كده لازم تكبر لهم المشكله. يعني بعد ما تقول 90% من الناس بتعاني من الام الظهر وتسكت، بعد كده هتبدا جمله جديده: احنا بنعاني من الام ومن مشاكل كثيره واحنا قاعدين على المكتب، او احنا بنشتغل، او احنا بنعمل نشاط معين، كل ده بسبب الم اسفل الظهر. بعد كده هتديهم الحل للمشكله دي اللي هي المنتج بتاعك، وهتقول لهم لكن لما جربت مشد الظهر الطبي خلال 5 ايام كل مشاكل والم اسفل الظهر اختفى. فانت بكده هتكون شوقت الناس تكمل الفيديو معاك للاخير. فاهم حاجه هي الكرياتيف. فانت علشان تعمل اعلان ناجح لازم تكسب المزاد ولازم يكون معاك كرياتيف قوي ممتاز جدا. بعد كده تضغط على المبيعات، بعد كده نعمل متابعه. هنا عندك اسم الحمله الاعلانيه، هنسمي الحمله الاعلانيه دي منتج، نوع الشراء اكيد مزاد، هدف الحمله الاعلانيه المبيعات زي ما احنا عايزينها. تنزل لتحت شويه عندك حاجه اسمها ميزانيه الحمله الاعلانيه، وعندك حاجه اسمها ميزانيه المجموعه الاعلانيه، طبعا دي هشرح لكم اياها في النهايه. ودي هي كل الاعدادات اللي احنا عايزينها في الحمله الاعلانيه. بعد كده نروح
نضغط على التالي ونروح على المجموعة الإعلانية. هدف التحويل طبعا احنا عايزينه وجهات ورسائل. بعد كده تختار صفحة فيسبوك اللي انت عايزها، ممكن تختار اي صفحة من الصفحات اللي عندك، سواء الصفحة بتاعتك الشخصية او صفحات العملاء اللي انت شغال معاهم. بعد كده بيقول لك الوجهة التلقائية اللي هي الماسنجر واتساب. هنا فيسبوك بيقول لك الماسنجر والواتساب هم اكتر ناس احنا ممكن نبعت لك عملاء عليهم، لكن انت لو حابب تحدد وجهة معينة ممكن تضغط على الوجهة اليدوية. فهنا هو ممكن يبعت لك اشخاص على الماسنجر، ممكن يبعت لك اشخاص على الانستجرام، لو انت حابب على الانستجرام ممكن تضغط هنا، وممكن يبعت لك ناس على الواتساب، وممكن انت تحط اكتر من رقم واتساب لو انت حابب، ممكن تضغط على رقم اخر بعد كده تربط واتساب، لكن لازم يكون واتساب اعمال، وهيبعت لك رسالة تأكيد، وبكده هتكون ربطت اكتر من رقم واتساب يتبعت لهم الرسائل المعمولة من الحملة الإعلانية دي، وممكن تربط لغاية 50 رقم. لو نزلت لتحت شوية هتلاقي هدف الأداء. طبعا احنا عايزين زيادة عدد المحادثات إلى أقصى حد. لو نزلنا لتحت شوية هتلاقي بيقول لك تاريخ بدء وتاريخ الانتهاء، يعني انت عايز الحملة الإعلانية تبدأ امتى وعايز الحملة الإعلانية تنتهي امتى. لو انت حابب تحط ان الحملة الإعلانية تبدأ في يوم 18 يناير 2026، ممكن تيجي تضغط هنا تحطها مثلا تنتهي في يوم 22 او يوم 23. طبعا انا ما بفضلش الخيار ده، انا بفضل ان انت لو حابب تبدأ حملة إعلانية تشغلها مثلا يومين او 3 ايام، انت شغلها وادخل اقفلها بنفسك، علشان فيسبوك لما يشوف ان في حملة إعلانية محطوط فقط تاريخ بدء بدون ما تكون محطوط التاريخ انتهاء، ففيسبوك هنا بيفهم ان الشخص ده ممكن يفضل مشغل الحملة الإعلانية دي على طول. طبعا فيسبوك بيستفاد عن طريق ان هو يسحب فلوس منك كل ما انت فضلت مشغل الحملة الإعلانية بتاعتك، وكل ما هو بيظهرها للناس اكتر. فهو لما يشوف الحملات الإعلانية اللي محطوطة تاريخ بدء بدون تاريخ انتهاء بيبدأ يحسن لها النتائج علشان المستخدم ما يوقفش الحملة الإعلانية دي. لكن لما يشوف ان في حملة إعلانية محطوط لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء يومين 3 ايام، ففيسبوك هنا بيفهم ان الحملة الإعلانية دي كده كده هتتوقف، فهو غالبا مش هيجيب لك احسن نتائج. لكن لو انت مشغل حملتين إعلانيتين بنفس الاستهداف وبنفس الكرياتيف وبنفس كل حاجة، وواحدة عامل لها تاريخ بدء وتاريخ انتهاء وتانية عامل لها فقط تاريخ بدء، هتلاقي ان اللي معمول لها تاريخ بدء فقط من دون تاريخ انتهاء هي اللي بتجيب نتائج احسن. وده عن تجربة، وانا التجارب دي كلها بنقلها ليكم علشان تستفيدوا منها ان شاء الله. كل اللي عايزه منكم دعوة حلوة بس، والخطوة دي انا بعملها مع كل البراندات اللي احنا بنشتغل معاهم. طبعا الكلام ده في كورس الميديا باينج بتاعنا احنا شارحينه بالتفصيل، ولو انت مهتم فيه هتلاقيه موجود بالديسكربشن. بعد كده هتنزل هنا على الجمهور. اول حاجة عندك هنا استخدام جمهور محفوظ، يعني انت لو مثلا عامل جمهور قبل كده حاطط مثلا الموقع بتاعه والاستهدافات والعمر بتاعه والكلام ده كله، بعد كده تيجي تضغط على حفظ جمهور وتضغط على الحفظ، فانت هنا هتكون حفظت الجمهور ده. طب احنا ليه بنحفظ الجمهور؟ علشان بعد كده انت لما تيجي تعمل اعلان جديد ما تعملش الاستهداف مرة تانية، تكون انت خلاص حافظه هنا. يعني مثلا لو جيت ضغطت هنا على استخدام جمهور محفوظ هيظهر لي هنا بالانس ايجنسي، لو ضغطنا عليه، لما ضغطنا على بالانس ايجنسي شايف هنا بقى ده هو الجمهور المحفوظ. شوف، حدد الموقع لوحده، حدد العمر، حدد اللغة، حدد الاستهداف التفصيلي، وكل ده بمجرد ضغطة زر، علشان انا قبل كده كنت عامل الجمهور ده وعامل له حفظ. ولو انت عايز تعمل تعديل ممكن تضغط من هنا تعدل اي حاجة في الجمهور ده، ولو عايز تزيله وتعمل جمهور من اول وجديد تضغط على ازالة الجمهور المحفوظ، وهتلاقي ان الجمهور رجع معاك من اول وجديد. انت هنا هتسألني وانت مش في المحاضرة اللي فاتت قلت ان افضل حاجة دلوقتي ان انت تسيب الاعلان بتاعك بلس ادفانتج يعني بالاي اي؟ هقول لك اه، لكن انا هشرح لك، علشان في ناس لغاية دلوقتي بتقول لك لا احنا ما بنوثقش في الاي اي وما بيجيب لناش نتائج. طبعا هو ما بيجيب لهمش نتائج علشان هم مش عاملين الكرياتيف الصح اللي فعلا هيجيب لهم الجمهور المستهدف بتاعهم اللي فعلا مهتم بالمنتج بتاعهم. فبالتالي الاي اي هيبقى سيء بالنسبه لهم، وهم لما يجوا يعملوا جمهور مستهدف ممكن تجي لهم نتائج احسن، لكن هم ما بيوصلوش لاحسن نتائج، لان احسن نتائج ببساطه ان انت تبقى عامل كرياتيف صح بيستهدف فعلا الناس المهتمين بالمنتج بتاعك. يعني ما تجيش تعمل فيديو لمنتج والمنتج ده بيتباع ب 3000 جنيه او 3500 جنيه، وانت عامل فيديو يعني بسيط ومش هو ده الفيديو اللي بيخلي الطبقة دي من الناس اللي هي مستعدة تشتري منتج ب 3000 جنيه وب 4000 جنيه وما عندهمش مشكلة يطلبوه اونلاين، وحتى ممكن ينسوا انهم طلبوا المنتج ده منك. 3000 جنيه دي بالنسبة لهم ولا حاجة، وجاي انت عامل لهم فيديو ما بيغويش الناس دي اللي هم اهم حاجة بالنسبة لهم المنتجات الراقية واللي بتميزهم عن باقي الناس. فانا هشرح لك الاستهداف التفصيلي دلوقتي علشان
ما كنتش سبت لك حاجة من غير شرح. فانت هتيجي هنا زي ما قلنا هتحدد الموقع زي ما شرحنا المرة اللي فاتت، تضغط على عرض المزيد من عناصر التحكم، الحد الأدنى للعمر هتضيف مثلا 23 سنة زي ما انت حابب. اللغات مثلا انت لو في دولة عربية او في دولة فيها جاليات كتير، فانت مهم ان انت تحدد اللغة اللي بيستخدموها الجمهور بتاعك. انت لو عايز تستهدف السعوديين اللي في السعودية ومش عايز تستهدف البنجلاديشيين والدول دي كلها، فانت لازم تحدد ان اللغة العربية هي تكون اللغة الوحيدة بتاعة الاعلان ده. يعني مثلا انت هتضغط اللغة العربية، فاحنا مثلا هنقول احنا عايزين نستهدف ناس في السعودية، تمام. هنيجي نضغط مثلا هنا على الموقع، هنيجي مثلا نضغط على السعودية، فاحنا بكده مستهدفين السعودية. بيقول لك ان الجمهور المقدر هو من 14 مليون ل 17 مليون، طبعا دول بالاضافة للناس اللي عندهم من 23 سنة، اللي عندهم من فوق ال 23 سنة عددهم من 14 ل 17 مليون. هننزل شوية، احنا محددين كمان اللغة العربية، تمام. خلينا مثلا نيجي على اضافة اقتراحات اختيارية. هنيجي مثلا نقول انا عايز ابيع منتج مثلا، وليكن هذا المنتج مثلا عسل، انا عايز ابيع عسل في السعوديه، تمام. هاجي هنا خلينا نقول ان المنتج ده عباره عن عسل. هننزل لتحت هنا هنقول مثلا الناس اللي بتشتري عسل، خلينا نقول ناس عندها من 23 سنه مثلا لغايه 50 سنه، تمام. العدد بقى معاك من 13 ل 16 مليون. الجنس طبعا الرجاله والستات ممكن يشتروا المنتج ده منك، فهتخليه الرجاله والستات. هتيجي على الاستهداف التفصيلي والاشخاص المتسوقون، قلنا هنضيف مثلا المتسوقون المتفاعلون. المتسوقون المتفاعلون هتلاقي العدد هنا بقى عندك من 5 مليون ل 6 مليون، يعني اكتر من النصف. طيب هاجي هنا مثلا مين الناس المهتمية بالعسل، اكيد هكتب هنا العسل، هيظهر لك هنا نحل العسل، هتضغط عليه، تمام. بعد ما اضفنا نحل العسل هتلاقي هنا انضافت تحت الاهتمامات الإضافية، هتلاقي هنا حجم الجمهور زي ما هو من 5 ملايين إلى 6 ملايين. خلينا نضيف واحد كمان. فانت بمجرد ما تيجي تضغط هنا خلاص هو فهم ان انت عايز متسوقون متفاعلون وعايز نحل العسل، فهيبدأ يجيب لك مثلا تسوق على الانترنت. فالتسوق على الانترنت ده معناه الناس اللي بيهتموا بالصفحات اللي بتبيع منتجات على منصات التواصل. هيبدأ يجيب لك مثلا عسل، تمام. ده غير نحل العسل، ده عسل. شايف انا مثلا جايب لك جينسينج علشان في نوع من انواع العسل اسمه عسل الجينسينج الى اخره. فانت هتيجي مثلا تضغط على جينسينج، وهتيجي تضغط على عسل، هتيجي تضغط على تسوق على الانترنت، تمام. هتيجي تضغط على تسوق على الانترنت. شوف هنا حجم الجمهور زاد بقى من 9 مليون ل 11 مليون، حجم الجمهور زاد. طيب احنا لما بنيجي بنضغط هنا وبنضيف سلوك او اهتمام، ده معناه ايه؟ ببساطة دي كلها اهتمامات اضافية، والاهتمامات الاضافية احنا كده بنقول لفيسبوك انا عايز اوصل للناس اللي مهتمين بالمتسوقون المتفاعلون او بنحل العسل او بالعسل او بالجنسنج او بالاونلاين شوبينج للتسوق عبر الانترنت. فبالتالي انا بقول له يا اما جيب لي الناس دي او الناس دي او الناس دي او الاهتمامات دي، فهتلاقي ان الجمهور بتاعك بدأ يزيد تدريجيا، تمام. طب احنا لو لغينا الكلام ده كله ولغينا العسل ولغينا الجنسينج وسبنا المتسوقون المتفاعلون، بعدين ضغطنا على تحديد المزيد، هتلاقيه هنا بيقول لك ويجب ايضا ان يطابق. فهتيجي مثلا تضغط هنا وتكتب عسل، هيظهر لك عسل. هتيجي تضغط عليها هتلاقي الجمهور بتاعك نزل من 5 مليون ل 6 مليون ل 600 ألف شخص. متخيل؟ يعني أكثر من 5 مليون، تقريبا 5 مليون ونص طاروا. ليه الكلام ده؟ في الاهتمامات الإضافية اللي احنا بنضيفها هنا، تمام، اللي تحت الخيار الاول على طول اللي هو المتسوقون المتفاعلون، دي بقول له جيب لي الناس دي او الناس دي. انما يجب ان يطابق، انا بقول له هات لي الناس دي ولازم يكون عندها الاهتمام ده. يعني في الاهتمامات انا بقول له هات لي المتسوقون المتفاعلون او الناس المهتمين بالعسل. اما في يجب ان يطابق انا بقول له هات لي المتسوقون المتفاعلون واللي مهتمين في العسل، يعني المتسوق المتفاعل اللي مهتم في العسل. وضحت؟ وده هو الفرق بينهم. وعلشان كده لما تيجي تضيف هنا هتلاقي ان العدد بتاعك بيزيد، وكل ما تضغط على تحديد المزيد ويجب ان يطابق هتلاقي العدد بتاعك بيقل. يعني لو جينا ضغطنا كمان على تحديد المزيد وكتبنا مثلا جينسينج، شوف العدد هنا بقى كام؟ بقى 24 ألف شخص. متخيل؟ لكن ال 24 شخص هم دول اللي متسوقون متفاعلون واللي مهتمين بالعسل واللي مهتمين بالجينسينج. فهمت علي؟ يعني لو ال 24 ألف دول هم أو ال 30 ألف دول هم دول كل الناس اللي في السعودية اللي عندهم أكثر من 23 سنة بيستعملوا اللغة العربية
سنهم من 23 ل 50 سنة، رجالة وستات، متسوقون متفاعلون، مهتمين بالعسل ومهتمين بالجنسينج. أنا عدتها أكثر من مرة علشان تكون وصلت لك وأتمنى تكون فهمتها. هنلغي الخيار ده الجنسينج مثلا، هنخليهم 600 ألف ل 700 ألف شخص. تمام. طيب لو جينا ضغطنا هنا هتلاقي فيسبوك بيقول لك اقتراحك. يعني ايه اقتراحك؟ لو جيت هنا ضغطت على تقييد معدل وصول اعلاناتك اكثر، فهتلاقي بيقول لك البقاء بالاعداد الحالي اللي هو الاي اي اللي هو البلس ادفانتج. فهتلاقيه بيقول لك واصل تشغيل ميزة ادفانتج او استخدام الاقتراحات للوصول الى جمهور مفضل. اولا سيقوم نظام ميتا بالعرض للاخرين عندما يؤدي ذلك الى تحسين النتائج. يعني ميتا هتقول لك انا هاخد الاقتراح بتاعك اللي انت كاتب لي اياه كله، السن والاستهداف والكلام ده كله، وهبدا اعرض اعلانك للناس دول. لو ما جابش نتيجة انا هبدا اوسع اعلانك واعرضه لاهتمامات تانية او لسلوكيات تانية او لاعمار تانية الى اخره. بعد كده عندنا تطبيق قواعد القيم مع تشغيل ادفانتج، ده هنشرحه في محاضرة منفصلة لوحده. بعد كده بيجي بيقول لك تقييد معدل وصول اعلاناتك اكثر، ده هيقول لك استخدم عناصر التحكم في الجمهور فقط عندما ينبغي لبعض الاشخاص عدم رؤية اعلانات. وده هو الاسلوب القديم اللي كنا بنشتغل فيه مع ميتا. يعني ببساطة احنا زي ما نكون بنعمل سور حوالين الاعلان بتاعنا، ممنوع يظهر لناس خارج السور ده اللي هم الاهتمامات اللي احنا ضايفينها. يعني ممنوع يظهر لأي شخص خارج ال 600 ألف ل 700 ألف دول، ممنوع يظهر لأي حد غيرهم. يعني الإعلان بتاعنا لما يظهر ل 600 ألف دول كلهم والحملة تفضل شغالة، هيرجع يظهر لهم تاني، هيرجع يظهر لنفس الأشخاص دول تاني من أول وجديد. طيب أنت بتنصحنا بإيه؟ من خلال خبرتي أنا بنصحك تضيف العمر والجنس والاستهدافات، تمام، اللي انت عايزها، سواء كان اهتمامات او يجب ان يطابق، وتسيبها على بلس ادفانتج، تسيبها على البقاء بالاعداد الحالي اللي هو البلس ادفانتج. يعني يا ميتا اظهري الاعلان بتاعي للناس اللي فيهم الخصائص دي، ولو ما جابوش نتيجة واستهدافي انا كان غلط، ابدأي اظهري الاعلان ده لناس تانية. لكن انت لو شايف ان انت عندك خبرة كفاية ومحترف وبتظبط الاستهداف صح والكرياتيف بتاعك صح، وفعلا الكرياتيف اللي انت عامله هيجيب نتيجة مع الاستهدافات والناس دول، يبقى براحتك خلاص اقفله وخلي تقييد معدل وصول اعلانك اكثر، والاعلان بتاعك مش هيظهر غير ل 600 الف 700 الف دول. وده موضوع بيرجع لك انت. بعد كده هتيجي تنزل على المواضع، تمام، دي شرحتها المرة اللي فاتت. هتضغط على عرض اعدادات اضافية، فاحنا دلوقتي بنستهدف السعودية. هتيجي تضغط على المنصات، هقول له انا مش عايز الثريدز ولا الماسنجر ولا الفيسبوك ولا الاودينس نتورك، علشان الناس اللي في السعودية الكلام ده كله ما بتستعملوش، ما بتستعمل هو السعوديين، انا بتكلم عن السعوديين تحديدا. السعوديين 90% منهم او اللي في الخليج 90% منهم مش هتلاقي عندهم فيسبوك، ودول عملاء انا شخصيا بتعامل معاهم. انا شخصيا بتعامل مع العميل، ببقى عايز ادخل على الحساب الاعلاني بتاعه وابدا اشتغل معاه. العميل ما بيعرفش اصلا ازاي يسجل دخول على الفيسبوك، وفي منهم تلاقيهم عاملين الفيسبوك من 2011 و2010 ونسيانين اصلا ان هو موجود عندهم. الناس الخليجيين كل اللي بيتعاملوا فيه الانستغرام والتيك توك والسناب شات. وطبعا السناب شات النتائج بتاعته ما عادتش زي الاول، وما بقاش كمان احسن حاجه يعني من خلال الاعلانات اللي جربناها على السناب شات. فانت لو عايز تستهدف خليجي، عندك انستغرام وعندك تيك توك بس. وطبعا جوجل ادز علشان كمان ما ننساش جوجل ادز، وان شاء الله ممكن يبقى ليها كورس في المستقبل. طيب بعد كده عندنا الاجهزه وانظمه التشغيل. لو جيت ضغطت عليها هيقول لك كل الاجهزه، الهاتف المحمول وجهاز الكمبيوتر، طبعا بنسيبها مفعلة. لكن كل الناس اللي بتشتري دلوقتي 99% منهم بيشتروا عن طريق الهاتف المحمول. هتيجي هنا بقى على كل الأجهزة المحمولة. طيب شوف عدد الناس هنا كام، من 500 ألف ل 700 ألف. لو ضغطنا على الأندرويد هتلاقي العدد بقى من 500 ألف ل 650 ألف. طيب لو ضغطنا على الاي او اس اللي هي أجهزة الايفون، الايبادز والايفون والايبودز إلى آخره، هتلاقي العدد بقى من 200 ألف ل 240 ألف. خليني أقول لك إن الخيار ده بيجيب نتيجة عالية جدا في الخليج، علشان تقريبا كل الناس اللي في الخليج اللي هم الخليجيين فعلا معاهم أجهزة الاي او اس اللي هي الايفون. والناس اللي معاها أجهزة الأندرويد بيبقى 90% منهم، 99% منهم الجاليات اللي رايحة تشتغل هناك، الباكستانيين والهنود والناس دي كلها. وهم دول أصلا ناس مسافرين الخليج مش علشان يشتروا حاجة، هم مسافرين الخليج علشان يشتغلوا ويبعتوا فلوس لبلدهم. فبالتالي الخليجيين 90% منهم، 99% منهم بيكون معاهم ايفون. فبالتالي انت من خلال الاستهداف اللي احنا
احنا عاملينه ده كله انت اتأكدت ان فعلا الناس دول يعني بنسبة 99.9% خلايج او ناس عندها قدرة شرائية عالية، تمام؟ يعني دول ناس بيستعملوا اللغة العربية، معاهم ايفون، مهتمين، متسوقون متفاعلون، مهتمين بالعسل، عندهم من 23 سنة ل 50 سنة. فيعني مفيش استهداف اكتر من كده. وممكن كمان تيجي تدخل هنا مثلا تكتب اسم الايفون، مثلا لو جيت كتبت هنا ايفون، مثلا لو جيت كتبت ايفون، فانت كمان ممكن تختار الناس يعني اللي معاهم نوع الايفون اللي انت عايزه. متخيل يعني عايز ايه استهداف اكتر من كده؟ وممكن كمان تستبعد ناس. شايف الاجهزه المستبعده دي؟ ممكن تضيف مثلا ايفون 5، انا مش عايز الناس اللي معاها ايفون 5. فمثلا انا عايز الناس اللي معاها من ايفون 12 برو ماكس وانت طالع، انا مش عايز الناس والله اللي معاها ايفون 5 والكلام ده. او ممكن تحط اصدار التشغيل اللي انت عايزه بتاع الايفون اللي انت عايزه، تمام؟ وممكن كمان تضيف فقط عند الاتصال بشبكة واي فاي. يعني انا مش عايز الهواتف اللي فاتحة من بيانات الهاتف، انا عايز الهواتف اللي شبكة على الواي فاي. طبعا دي احنا ممكن نستعملها في مصر، مثلا لو انا عايز استهدف مثلا 6 اكتوبر او الرحاب او الشيخ زايد او المناطق دي، واستهدف مثلا ستات البيوت اللي بيبقوا مثلا دايما في البيوت، فهم 90% منهم بيكونوا فاتحين من الواي فاي، فبلغي بيانات الهاتف علشان ما استهدفش الناس اللي بيكونوا برا البيت. طبعا دي كلها استهدافات انت هتتعلمها لوحدك في المستقبل. يعني انت عايز تستهدف الستات في مدينة معينة اللي بيبقوا في بيوتهم، ف 90% الستات دي تبقى فاتحة من شبكة الواي فاي. طبعا الكلام ده احنا نادرا ما بنعمله، لكن عملناه قبل كده وجاب معانا النتائج، فانا قلت اقول لكم المعلومة دي بالمرة. دي كل حاجة، يعني ما سبتش حاجة ما شرحتها تقريبا، الا في حاجات يعني متقدمة قوي هشرحها لكم في محاضرات او في فيديوهات لوحدها. تضغط بعد كده على التالي، بنيجي على اخر حاجه معانا اللي هو الاعلان. بتيجي بتسمي هنا مثلا اعلان، بتكتب مثلا هنا بوست. هنا بنيجي على انشاء اعلان او استخدام منشور حالي. طيب لو هتعمل انشاء اعلان، ولو عايز من هنا تضغط على اعداد التصميم وتضغط على اعلان صور وتضيف الصوره اللي انت عايزها، وبعد كده تضيف النص اللي انت عايزه، فبالتالي الاعلان ده هيظهر للعملاء بتوعك، لكن مش هيظهر على صفحة الفيسبوك بتاعتك. ده معناه دارك بوست. ده بالتالي العميل لو دخل على الصفحة بتاعتك مش هيشوف المنشور ده. اما لو عملت استخدام منشور حالي وجيت هنا ضغطت على تحديد منشور وحددت مثلا المنشور وعملت متابعة، فبالتالي هو هيستخدم المنشور اللي موجود في الصفحة بتاعتك. لو نزلنا هنا شوية هتشوف النص اللي احنا كاتبينه. هنا هتشوف الدعوة لاتخاذ اجراء. الدعوة لاتخاذ اجراء يعني اللي هي دي رسالة. يعني لما عميل يضغط هنا هيتحول على الماسنجر على طول، وهيبدأ يبعت لك رسالة علشان يستفسر عنك عن المنتج ده. لو نزلنا هنا تحت شوية هتشوف كاتب لك تحسينات تصميم ادفانتج بلس. لو ضغطت على التعديل هيقول لك موائمة تنسيق الصور، هيقول لك اضافة رسم متحرك، هيقول لك التحسينات البصرية. لو ضغطت على المواضع هنا هيظهر لك الاعلان بتاعك هيظهر ازاي في مختلف الاماكن على فيسبوك او على انستغرام. فهتشوف هنا في موجز الفيسبوك هيظهر بالشكل ده، الانستغرام بالشكل ده، في الستوريز هيظهر بالشكل ده، في ريلز الانستغرام مثلا هيظهر بالشكل ده. فمن المهم جدا ان انت تدخل على المواضع وتشوف هل الصورة بتاعتك والبوست بتاعك شكلهم كويس ولا لا، ولا محتاجين تعديل. لو عدلت اي حاجة بتضغط على حفظ هنا وبتخرج. بعد كده هنا بيقول لك الرسالة التوحيدية. انت لو جيت ضغطت هنا على التعديل فهنا هيعمل لك اتمتة زي اللي اتعلمناها قبل كده، لكن الاتمتة دي مخصصة للاعلان ده. يعني اول ما حد يضغط على الاعلان ده على رسالة هتلاقيه هنا بيقول لك مرحبا، يرجى اخبارنا بالطريقة التي يمكننا مساعدتك بها. هتنزل لتحت هيقول لك الاسئلة الشائعة، مثلا سعر المنتج، الاستبدال والاسترجاع. في السؤال الثالث مثلا لو حابب تضيف اي سؤال من الاسئلة الشائعة تشجع العميل علشان يشتري منك، زي اللي اتكلمنا عنها قبل كده واتكلمنا عنها مرة واثنين، مفيش داعي نشرحها مرة ثالثة. او لو حابب ممكن تحذفه من هنا. وبالتالي لو جيت بصيت هنا هتلاقي النص اول ما الشخص يضغط على الماسنجر هيظهر بالشكل ده، مرحبا، يرجى اخبارنا بالطريقة التي يمكننا مساعدتك بها. ممكن تخلي شات جي بي تي يكتب لك نص بيشجع العميل علشان يشتري. ممكن من هنا تضيف الاسئلة. شايف الاسئلة دي؟ العميل اول ما يضغط على اي سؤال من الاسئلة دي هيظهر له الاجابة، الرد التلقائي اللي انت كاتبه هنا. بعد ما تخلص بتعمل نشر، وبكده انت هتكون عملت الحملة الاعلانية بتاعتك. طيب دلوقتي نيجي على الحاجة المهمة اللي انا ما شرحتهاش وقلت هشرحها اخر حاجة، اللي هي الميزانية. عايزكم تركزوا معايا هنا جدا. هنا عندك حاجة اسمها ميزانية الحملة الإعلانية، وعندك حاجة اسمها ميزانية المجموعة الإعلانية. خليكم تشوفوها بالإنجليش كمان.
مثلا اسمها الكامبين بادجت والاد سيت بادجت، و90% 99% من الناس على السوشيال ميديا هتلاقيهم بيقولوا حملات سي بي او وحملات اي بي او. السي بي او دي معناها كامبين بادجت اوبتمايزيشن، تمام؟ يعني ميزانية الحملة الإعلانية. والاي بي او دي معناها ادسيت بادجت اوبتمايزيشن، يعني ميزانية مجموعة إعلانية. هشرحها لكم هنا بالعربي عشان أكبر قدر من الناس يفهم معايا. والشرح كده كده هو الفرق الوحيد اللي هيفرق معاك، بدل ما تقول ميزانية حملة إعلانية وميزانية مجموعة إعلانية هتقول سي بي او واي بي او، كامبين بادجت اوبتمايزيشن وادسيت بادجت اوبتمايزيشن. ما تركزش في الأسامي والحاجات التافهة دي، ركز في المضمون. فبالتالي ميزانية الحملة الإعلانية دي معناها إيه؟ خلينا نقول إن أنا عندي المنتج اللي هو العسل، وعندي فيديو واحد، تمام، اللي هو فيديو العسل، وهاجي أعمل هنا تكرار سريع. هنا أنا مش هعمل فيديو عسل، تمام، ومش هعمل فيديو واحد. مثلا هنا انا هعمل فيديو اتنين. هنيجي على المجموعة الإعلانية وهنعمل تكرار، فهتلاقي ان هو عمل لك حملة إعلانية نسخة عن الحملة اللي قبل، تمام؟ حتى قال لك عسل نسخة، والفيديوهات اللي جواها، الإعلانات اللي جواها هم بنفس كل حاجة انت عاملها، فهتلاقيهم هم بكل الإعدادات اللي انت عاملهم. طيب احنا المجموعة الإعلانية دي مش هنبيع عسل، هنبيع مثلا عسل السدر، تمام؟ ده مثلا عسل جبلي او عسل جينسينج الى اخره، وهنقول ان ده عسل سدر. طبعا يعني يفضل ان انت ما تجيش تعمل حملة اعلانية وفي نفس المجموعة الاعلانية تحط اعلان او مجموعة اعلانية على موقع ويب، والمجموعة الاعلانية التانية تحطها رسائل. النتائج يعني هتبقى وحشة. فانت خلاص عامل حملة اعلانية، خلي كل المجموعات الاعلانية اللي جواها موقع التحويل الويب. عايز تعمل حملة اعلانات رسائل، اعملها منفصلة لوحدها. يعني انا بشرح لكم حاجات انت ممكن تفكر فيها، فانا بقول لك ما تفكرش في كده. ما تعملش حملة اعلانية وجواها مجموعة اعلانية وتعمل موقع التحويل موقع ويب، وتيجي على المجموعة الاعلانية التانية وتعمل موقع تحويل وجهات الرسائل. هتقول كده كده انا هصرف 500 على الحملة الاعلانية دي، فانا هعمل جواها اعلانات ويب واعلانات رسائل. ما تعملش كده ابدا، تمام؟ فهتلاقي ان كل الاعدادات هي هتيجي بس تدخل على الاعلان ده، هتغير الفيديو الواحد، تمام، هتيجي تسميه مثلا صور، هتسميه مثلا صور عسل سدر، وتنزل مثلا على تغيير المنشور، تكون انت عامل منشور حاطط فيه 5 صور او 6 صور لعسل السدر، وهتضيفه. هتيجي هنا مثلا على الفيديو 2 وهتسميه مثلا فيديو عسل سدر، تمام. هنرجع على الحملة الإعلانية، وخلينا نقول مثلا ان الحملة الإعلانية دي انا عايز احطها مثلا 500 جنيه، تمام؟ ممتاز الكلام ده. هتلاقي هنا بيقول لك ستنفق متوسط 500 جنيه كل يوم، يبلغ الحد الأقصى للإنفاق اليومي 875 جنيه. يعني صحيح أنت حاطط الميزانية 500، لكن أنا ممكن أصرف لغاية 875 جنيه، يعني 900 جنيه. بينما يبلغ الحد الأقصى للإنفاق الأسبوعي 3500، يعني 500 جنيه في 7 أيام 3500. يعني أنا في الأسبوع كله مش هصرف أكتر من 3500، لكن في اليوم الواحد أنا ممكن أصرف لغاية 875 جنيه. الكلام ده فيسبوك بيعمله إيه؟ ليه؟ فيسبوك بيقول لك أنت مديني 500 جنيه اصرفها في اليوم الواحد، لكن ممكن انا كفيسبوك لو شايف ان مثلا يوم الثلاث في نسبة مبيعات عالية وفي نسبة مشاهدة عالية، فانا علشان اجيب لك مبيعات عالية هصرف في اليوم ده اللي انا شايفه فيه انه ممكن يجيب تفاعل وممكن يجيب مبيعات عالية، هصرف فيه لغاية 900 جنيه. وممكن اجي على يوم مثلا يوم الجمعة، الناس عندها صلاة جمعة، الناس طالعة مع اسرتها على مطعم او على كافيه الى اخره، فما فيش تفاعل او ما فيش ناس بتشتري. طبعا موضوع الايام ده ايه اليوم اللي فيه مبيعات عاليه وايه اليوم اللي ما فيهوش مبيعات، ده حسب المجال بتاعك. فوالله في مجالات بتبيع يوم الخميس والجمعة كويس، في مجالات تانية ما بتعملش مبيعات ابدا يوم الخميس والجمعة. فده على حسب المجال اللي انت شغال فيه. انت لما تبدأ تشغل اعلانات وتبقى عندك اعلانات شغالة على مدار الشهر، فانت لوحدك من خلال تحليل الاعلانات اللي هنتكلم عنه هتفهم ايه هي الايام اللي فعلا فيها مبيعات، وايه هي المواسم اللي فعلا فيها مبيعات عالية في المجال بتاعك. فبالتالي اليوم اللي ما فيهوش تفاعل، انا ممكن حتى ال 500 جنيه اللي انت ضايف لي اياها ممكن ما اصرفهاش، تمام؟ يعني الحد الاقصى للانفاق اليومي ده معناه فيسبوك بيشوف اليوم اللي فيه تفاعل هيصرف فيه اكتر من 500، اليوم اللي ما فيهوش تفاعل ممكن ال 500 ما يصرفهاش. وده هو السبب اللي بتلاقي ناس كتير بتقول لك انا بحط الميزانيه الاعلانيه بتاعتي 500 جنيه،
فبلاقي كل الفلوس اللي في الحساب الاعلاني بتاعي راحت. هو مثلا بيكون حاطط 800 جنيه او 1000 جنيه في الحساب الاعلاني بتاعه، فبيجي بيقول لك انا ما فيش فلوس في الحساب الاعلاني بتاعي. ده بسبب الموضوع ده، ان انت ممكن تشغل الحمله الاعلانيه، فيسبوك يشوف ان اليوم اللي انت شغلت فيه الحمله الاعلانيه فيه تفاعل، فهيصرف اكتر من 500 جنيه ل 800 جنيه. انت مثلا عندك في الحساب الاعلاني حاطط 1000 جنيه، هتلاقي ال 1000 جنيه طارت. تمام. طيب انا لو عايز اقفل الكلام ده اعمل ايه؟ انت ممكن تيجي هنا على المجموعه الاعلانيه، هتنزل تحت شويه هتوصل للميزانيه والجدول الزمني، هيقول لك هنا حدود انفاق المجموعه الاعلانيه. لو جيت ضغطت عليها هيقول لك يمكنك تعيين ادنى او اقصى حد انفاق لهذه المجموعه الاعلانيه. هتضغط هنا عليها هتلاقيه بيقول لك متوسط الحد الادنى اليومي، ومتوسط الحد الاقصى اليومي، ويقول لك استخدام قيمة بالنسبة المئوية. انت ممكن تضغط عليها وتعمل استخدام قيمة بالجنيه المصري. فانا مثلا هقول له انا عايزك في اليوم الواحد تصرف اقل حاجة 100 جنيه على المجموعة الإعلانية دي، وفي اليوم الواحد ما تصرفش أكتر من 250 جنيه. تمام. وهتروح على المجموعة الإعلانية التانية تعمل نفس الكلام، هتيجي هنا تضغط 100 جنيه، هتيجي هنا تضغط 250 جنيه. فانت بالتالي قلت له انا عايز المجموعه الاعلانيه دي ما تصرفش اكتر من 250، والمجموعه الاعلانيه دي ما تصرفش اكتر من 250 اللي هو مجموع 500 جنيه. طبعا وهنا الموضوع راجع لك. ممكن انت لو عايز تبيع عسل السدر ومهتم انك تبيع عسل السدر اكتر، ممكن تحط 300، ممكن هنا تحط 200. طبعا انا بقول 500 جنيه ده مبلغ قليل قوي، يعني انت ما تبداش فيه في يعني في مجال، حتى لو كانت حمله تيست. يعني حمله تيست في الايام دي احنا بنبداها ب 750 جنيه، 1000 جنيه اقل حاجه، مش ميزانيه حمله كلها. انا بتكلم عن ممكن مجموعه اعلانيه. في اوقات بنعمل 3 مجموعات اعلانيه، وكل مجموعه اعلانيه في داخلها فيديو، وكل فيديو بنصرف عليه 1000 جنيه. ده انا بتكلم عن حمله تيست، يعني علشان دلوقتي المنافسه بقت عاليه والمنافسين بتوعك بيصرفوا فلوس عاليه، فانت حتى كميزانيه تيست مبلغ 500 جنيه قليل قوي في معظم المجالات ان ما كانت كلها. يعني فيفضل انت لما تبدا تشتغل مع عميل او تشتغل لنفسك تكون معك ميزانيه محترمه حتى تبدا تعمل عليها التيست بتاعك. اما الحملات الاعلانيه اللي ب 2000 جنيه وال 3000 جنيه دي، يعني صعب جدا تجيب منها نتائج وتحللها. يعني ده موضوع ناس كتير على السوشيال ميديا بتخاف تقوله، لكن انا بقوله لك بكل امانه عشان ما اكونش ببيعك كلام في الهوا وخلاص. انا بقول لك 2000 جنيه 3000 جنيه يعني حرام ان انت تعمل عليهم حملة إعلانية. يعني دول أقل حاجة ممكن يكونوا حملة، ممكن يكونوا تيست لمدة يومين أو 3 أيام بالكتير. يعني طبعا الكلام ده مهم جدا ان انت تفهمه للعميل اللي هيجي يشتغل معاك. يعني هتيجي تقول له انا عايز 750 جنيه في اليوم الواحد اقل حاجه اعمل عليها اعلانات، والنتائج ممكن تبان بعد 4 ايام 5 ايام، ممكن بعد اسبوع، ممكن بعد 10 ايام. في النهايه ده مش سحر احنا بنعمله، احنا بنمشي على خطه مضمونه علشان نجيب منها النتائج. المهم بنرجع بعد كده على الحمله الاعلانيه. فانت هتيجي هنا تسالني ايه هو الفرق بين ميزانيه الحمله الاعلانيه السي بي او، وايه هو الفرق بين ميزانيه المجموعه الاعلانيه الاي بي او. الفرق هنا بيقول لك يمكنك توزيع ميزانيتك تلقائيا على افضل الفرص على مستوى حملتك الاعلانيه. يطلق على هذه الميزانيه ايضا ميزانيه حمله بلس ادفانتج الاعلانيه. طيب دلوقتي فيسبوك هيبدأ يصرف ال 500 جنيه دي، ال 500 جنيه دي هيوزعها على المجموعات الإعلانية دي، هيوزعها على مجموعة عسل السدر، هيوزعها على الإعلان ده وعلى الإعلان ده وعلى الإعلان ده وعلى الإعلان ده بالتساوي. فهتيجي انت تاني يوم مثلا بالليل بعد ما شغلت الحملة الإعلانية لمدة 24 ساعة، هتلاقي ان فيسبوك صرف مثلا 400 جنيه على الإعلان ده اللي هو صور عسل سدر. هتلاقيه صرف 400 جنيه على الإعلان ده، ومثلا صرف 75 جنيه على الإعلان ده، وصرف 25 جنيه على الإعلان ده، والفيديو ده مش صرف عليه ولا أي جنيه. الكلام ده بيحصل ليه؟ علشان فيسبوك شايف ان اكتر اعلان جايب لك مبيعات واكتر اعلان هينجح معاك وهيحقق الهدف اللي انت حاطه هو الاعلان ده. يعني وليكن مثلا انت عملت الاعلان لمدة 24 ساعة، وخلينا نقول ان الصور دي جابت لك 5 مبيعات، والفيديو ده جايب لك 3 مبيعات، والفيديو ده جايب لك مبيعة، والفيديو ده مش جايب ولا اي مبيعة. فبالتالي فيسبوك هيبدأ يصرف الميزانية كلها على الاعلان اللي جايب اعلى نسبة مبيعات، او لو انت عامل حملة رسائل على الاعلان اللي جايب اعلى نسبة رسائل. فبالتالي الميزانية هتتقطع عن باقي الاعلانات، وهتبدأ الميزانية تروح كلها للاعلان اللي هو صور عسل
الصدر اللي هو شايف فيسبوك ان ده هو اقوى اعلان بين الاعلانات. طيب كده فهمنا احنا ميزانيه الحمله الاعلانيه السي بي او شغال ازاي. طب ميزانيه المجموعه الاعلانيه، لو جيت ضغطت هنا على ميزانيه المجموعه الاعلانيه، ضغطت على متابعه، هتلاقي الميزانيه اختفت من هنا، هتروح على المجموعه الاعلانيه، هتنزل تلاقيها بقت موجوده معاك هنا. هتيجي تضغط هنا مثلا 250 جنيه، او هقول لك 300 جنيه. تمام، كاتب لك انت بصدد استخدام ميزه مشاركه ميزانيه المجموعه الاعلانيه، وسنهدف الى انفاق 300 في المتوسط، يبلغ الحد الاقصى للانفاق اليومي 630 جنيه. تمام، هنا بيقول لك عادة تنفق الانشطه التجاريه المشابهه حوالي 648 في اليوم، ويمكنها الحصول على 9 تحويلات. لو ضغطت على تطبيق الميزانيه الموصى بها، فهو هيبدا يصرف لك 648. طبعا انت ما تسمعش الكلام ده، على حسب الميزانيه بتاعتك، لكن هو بيقول لك ان المنافسين بتوعك بيصرفوا 648 في اليوم على المجموعه الاعلانيه، مش على الاعلان كله. يعني هم على مجموعه اعلانيه واحده زي دي بيصرفوا 650 جنيه في اليوم الواحد. هتيجي على المجموعه الاعلانيه الثانيه، طيب هنا مثلا 200 جنيه. تمام، يبقى المجموعه الاعلانيه دي هتصرف 300 والمجموعه الاعلانيه دي هتصرف 200. طب ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم ان الحمله الاعلانيه لما كنا بنديها ال 500 جنيه كانت بتوزعها على الاعلانات دي كلها. دلوقتي المجموعه الاعلانيه هتوزع ال 200 جنيه دي فقط على الاعلانات اللي داخلها، فقط على الفيديو واحد وعلى الفيديو اثنين. وكمان بعد 24 ساعه هتلاقيها بتصرف هنا 180 جنيه، وهنا ممكن بتكون بتصرف 20 جنيه او ما بتصرفش حاجه، علشان زي ما الحمله الاعلانيه كانت بتشوف اعلان واحد من ضمن كل الاعلانات وكل المجموعه الاعلانيه اللي شغاله جواها هو اللي بيجيب مبيعات عاليه وبتبدا تصرف عليه فلوس، كمان المجموعه الاعلانيه بتبدا تشوف الاعلانات اللي جواها ايه هو اكتر فيديو بيجيب فلوس وبيجيب تفاعل وبيجيب مبيعات او بيجيب رسائل، وهتبدا تصرف عليه الميزانيه كلها. وهو ده الفرق ميزانيه الحمله الاعلانيه السي بي او وبين ميزانيه المجموعه الاعلانيه الاي بي او. فمعلش هشرحها لكم مره سبعه ولا ثامنه. ميزانيه الحمله الاعلانيه بتوزع الميزانيه على كل الاعلانات اللي جواها، وبتشوف اكتر اعلان بيجيب مبيعات او بيجيب رسائل وبتبدا تصرف عليه فلوس. والمجموعه الاعلانيه تبدا توزع ميزانيه المجموعه الاعلانيه على الفيديو اللي شايفه انه بيجيب اعلى نسبه مبيعات او اعلى نسبه تفاعل او اعلى نسبه رسائل. كده فهمنا صح؟ لو نزلت هنا لتحت شويه هتلاقي هنا بيقول لك تاريخ بدء وتاريخ انتهاء. ده معناه ان انا عايز الحمله الاعلانيه تبدا في يوم كذا وتنتهي في يوم كذا. مثلا انا عايزها تبدا يوم 4 يناير وعايزها تخلص يوم 11 يناير. تمام، طيب هل انا اعمل الموضوع ده؟ يعني خلاص انا مظبط نفسي وحاطط مثلا 5000 جنيه في الميزانيه الاعلانيه ومقسمهم انه كل يوم يتصرف كذا، فانا خلاص عامل حسابي ان الميزانيه دي هتكفيني من 4 يناير ل 11 يناير، وانا الحمله الاعلانيه كده كده هسيبها شغاله. هقول لك الكلام لا، ما تعملش كده ابدا. اقفل تعيين تاريخ انتهاء وما تحطش ابدا تاريخ الانتهاء، علشان عن تجربه انت لما تحط تاريخ بدء وتاريخ انتهاء النتائج ما بتبقاش احسن حاجه معاك. علشان انت لما بتكون فاتح تاريخ البدء في فيسبوك هنا ومن غير ما تكون حاطط تاريخ الانتهاء، يعني الحمله الاعلانيه بتاعتك مفتوحه مش مقفوله، ففيسبوك هنا بيشوف ان انت طول ما الحمله الاعلانيه بتاعتك بتجيب لك نتائج يبقى انت هتفضل مشغلها. بما ان انت هتفضل مشغل الحمله الاعلانيه يبقى فيسبوك هيسحب فلوس منك، وده هو الهدف بتاع فيسبوك. فيسبوك ليه بيحسن من نفسه وليه بيعمل لك حمله ادفانتج وليه بيحسن من الذكاء الاصطناعي نفسه؟ علشان الهدف بتاعه ان انت تجيب مبيعات، وبيساعدك على قد ما يقدر وبيصرف مليارات علشان انت تجيب مبيعات. هتقولي يا سلام، هو فيسبوك للدرجه دي بيحبنا عمال يصرف الفلوس دي كلها علشان يحسن من الذكاء الاصطناعي بتاعه والخوارزميات بتاعته ويقسم العملاء او المستخدمين بتاع البلاتفورمز بتاعت ميتا كلها، واتساب وفيسبوك وانستجرام وثريدز الى اخره، علشان يجيب لي انا مبيعات؟ هقول لك هو مش بيعمل الكلام ده علشان سواد عينيك، هو بيعمل ده علشان طول ما انت بتجيب مبيعات وطول ما انت بتوصل للعميل المستهدف بتاعك فانت هتفضل تصرف ميزانيات على الحملات الاعلانيه. طول ما فيسبوك بيجيب لنا الجماهير بتاعتنا واحنا عمالين نجيب مبيعات، اكيد احنا هنفضل مشغلين الاعلانات. ففيسبوك بتساعدك وبتسهل لك ان انت تجيب مبيعات، وهي بتبدا بتقول لك حمله بلس ادفانتج والاي اي بتاع ميتا والخوارزميات، وبتقسم لك العملاء لمهتمين ولسلوكيات والاهتمامات. وبعد كده ممكن تلاقي فيسبوك اصلا لغي موضوع الاستهداف ده كله، سايبه الاعلانات كلها بالاي اي بالذكاء الاصطناعي، علشان هي بس عايزه انت تديها كرياتيف انت شغله صح،
يعني فيديوهات وصور، انت فعلا دي هي الفيديوهات والصور اللي الجمهور بتاعك بيهتم فيها؟ يعني ما تجيش تكون جايب منتج شعبي ومصور فيديو مش واضح بالموبايل بتاعك وبدقة مش واضحة والكاميرا عمالة تهز يمين وشمال وتقول انا هستهدف بالفيديو ده الكلاس ايه. انت في حياتك ما مش هتوصل للكلاس ايه بالاسلوب ده. وحتى لو حطيت الاستهداف، حتى لو وصلت للكلاس ايه، الكلاس ايه لو شاف الفيديو ده مش هيشتري منك، استحالة يشتري منك. انا اسف لو عمال اتكلم في مواضيع جانبية، لكن الكلام ده كله مترابط مع بعضه. انت لو فوت نقطة صغيرة ممكن الاعلان بتاعك كله يبوظ. فانا بحاول على قد ما اقدر اجمع كل المعلومات اللي في دماغي اللي اتعلمتها واللي اكتسبتها من السنين في الاعلانات، اني اقدمها لكم على طبق من ذهب. وبتمنى ان الموضوع حتى لو صعب عليكم تسمعوه اكتر من مرة، ولما تشتغلوا وتعملوا اعلانات ارجعوا اسمعوا الكلام ده تاني اللي انا بقوله، هتلاقي ان في حاجات انت ما كنتش فاهمها او في حاجات ما كنتش شايفها. علشان والله اهم حاجة هي الخبرة. قد ما انا شرحت لك، انت لو ما طبقتش ولو ما اكتسبتش خبرة مش هتنجح. فبالتالي انا بنصحك دايما تسيب تاريخ البدء. طيب بكده هتكون فهمت كل حاجة بتخص ازاي تعمل اعلانات على ميتا. هل خلصنا كده؟ هقول لك لا، عايز اشرح لك استراتيجيات متقدمة شوية لكن هتفيدك. خلينا نيجي مثلا نحذف الإعلان ده، وخلينا نيجي نحذف الإعلان ده، وهنسمي المجموعة الإعلانية دي عسل صدر زي ما هي. هنيجي على الإعلان ده هنسميه فيديو عسل صدر واحد. هنيجي على المجموعة الإعلانية دي التانية دي وهنسميها عسل صدر اتنين. هنيجي على المجموعة الإعلانية دي هنسميها عسل صدر برضه، وهنيجي هنا على الفيديو ده هنسميه فيديو عسل صدر اتنين. هنيجي نعمل مجموعة إعلانية تالتة مثلا. طيب بكده احنا بقى معانا مجموعة إعلانية واحد واثنين وثلاثة كلهم عسل صدر، يعني كلهم نفس المنتج. تمام، كلهم نفس المنتج. لكن انا المنتج ده الواحد عندي 3 فيديوهات، لي عندي 3 فيديوهات لنفس المنتج، وانا مش عارف ايه هو افضل فيديو بيجيب مبيعات. وانا مش عايز احط ميزانية حملة اعلانية ومجموعة اعلانية واحدة واسيب جواها ال3 فيديوهات، علشان وقتها ممكن الحملة الإعلانية تصرف الميزانية كلها على فيديو واحد. أنا عايز أتأكد فعلا إن فيديو واحد أو فيديو اتنين أو فيديو تلاتة هو أكتر فيديو فعلا بيجيب مبيعات. فهاجي على الحملة الإعلانية أول واحدة هحط مثلا 500 جنيه، هاجي على المجموعة الإعلانية التانية هحط 500 جنيه، هاجي على المجموعة الإعلانية التالتة وهحط 500 جنيه. بكده أنا حطيت في ال3 مجموعات نفس الميزانية ونفس الاستهداف حاطط الاستهداف في المملكة العربية السعودية وسايبها مثلا بالذكاء الاصطناعي، مش حاطط اي حاجة. فبالتالي هتيجي انت تاني يوم او تالت يوم مثلا سبت الحملة الاعلانية شغالة مثلا 48 ساعة او اكتر زي ما انت حابب، هتلاقي مثلا ان الفيديو ده جايب لك 15 مبيعة، والفيديو ده جايب لك 10 مبيعات، والفيديو ده جايب 5 مبيعات. فانت هنا هتكون اتأكدت مليون في المية ان الفيديو ده هو اكتر فيديو بيجيب مبيعات فعلا. فهتيجي توقف المجموعة الاعلانية دي وتوقف المجموعة الاعلانية دي وتسيب المجموعة الاعلانية دي شغالة. فانت بكده عملت تيست على الكرياتيف اللي عندك، على ال3 فيديوهات اللي عندك. علشان احنا ما بنشتغلش بنظام مراهنات، احنا ما بنجيبش فيديوهات ويلا حط حملة، يلا حط مجموعة، يلا حط استهداف، يلا ارمي الفيديوهات، يلا اشتغل، جابت نتيجة جابت، ما جابتش نقفل. لا، احنا لازم نمشي باستراتيجيات. الشركات الكبيرة مش هتدفع لك في الشهر مبالغ الطايلة، وانت مش هتبقى الميديا باير اللي بيعمل 100,000 جنيه في الشهر الواحد وانت شغال بنظام مراهنات. رغم ان في ناس فعلا تعمل كده، لكن احنا مش هنبقى زيهم. احنا بنشتغل كل حاجة زي ما بيقول الكتاب بالورقة والقلم ووفق الخبرة بتاعتنا. فدي مثلا اول استراتيجية علشان انت تعرف ان ده هو الفيديو الوينر او هو ده الفيديو الناجح بتاعك. طيب انا خلاص انا عرفت ان الفيديو ده هو اكتر فيديو جايب نتائج، يبقى انا هروح اعمله في حملة اعلانية لوحده. هقول لك صح، هقول لك في حاجة اضافية كمان. احنا هنيجي مثلا على الفيديو ده ونسميه فيديو ناجح، تمام، وهنيجي على المجموعة الإعلانية اللي بعديها نسميه كمان فيديو ناجح، واللي بعديها كمان نسميه فيديو ناجح. يبقى كده احنا هنيجي نحط الفيديو اللي فعلا شفنا انه هو اكتر فيديو بيجيب معانا مبيعات، هنحطه في ال3 مجموعات الإعلانية دي. تقول لي طب احنا استفدنا ايه؟ ما هو نفس المجموعة الإعلانية ونفس الفيديو. هقول لك هنيجي على الاستهداف، تمام، هنيجي مثلا على الاستهداف هنا وهقول انا الاستهداف ده هسيبه السعودية كلها، وهاجي على المجموعة الإعلانية دي اسميها السعودية، وهاجي على المجموعة الإعلانية التانية وهنزل على الاستهداف وهنيجي على الرياض. فهتيجي تختار الرياض، وزي ما احنا اتعلمنا هتيجي تضغط هنا وتضغط على المدينة الحالية فقط، تمام. فهو بكده هيجيب لك المدينة فقط، مدينة الرياض فقط. في حاجة تاني ممكن انت هنا تيجي تكتب الرياض، هتلاقي عندك حاجتين. الحاجة الأولى اللي احنا اخترناها الرياض، تاني حاجة هتلاقي منطقة الرياض المملكة العربية السعودية، وهتلاقي جنبيها مكتوب ولاية، هتلاقي جنبيها مكتوب ايه؟ ولاية. لو نزلت هنا على الجمهور هتلاقي هنا الجمهور من 110 ل 129 ل 129 ألف.
لو ضغطت على الرياض اللي جنبيها ولاية، هتلاقي هنا بقى من 112 ل 132 ألف. طبعا احنا علشان حاطين استهداف ضيق قوي، وحاطين متسوقون متفاعلون والناس اللي معاها ايفون ومن سن معين لسن معين الى اخره. هتلاقي هنا الدبوس نفسه اختلف معاك، ما بقاش المدينة. الولاية بتختلف عن المدينة الحالية، ان هو هيظهر الاعلان في الحدود الادارية بتاعة الرياض. شايف الخطوط دي كلها؟ دي اسمها حدود ادارية، تمام؟ فبالتالي الاعلان بتاعك هيظهر ضمن الحدود الادارية دي هي الولاية. انما المدينة الحالية فقط هو هيظهر لك فقط في المناطق دي اللي هي المناطق بتاعة المدينة نفسها، لكن الولاية هتظهر لك ضمن كل الحدود الإدارية اللي داخل مدينة الرياض. أتمنى النقطة دي تكون فهمتها كويس. هنا انت ممكن تحط افلات دبوس. افلات دبوس دي معناها ان هو هيظهر في نطاق الدبوس اللي انت حاطه، وممكن تتحكم في الدبوس زي ما قلنا من هنا، او ممكن تكتب الرياض فهتظهر معاك مدينة الرياض اللي هي هتظهر في المدينة، وهتظهر معاك منطقة الرياض اللي هي المملكة العربية السعودية اللي هي الولاية. ولو جيت ضغطت على المدينة هتيجي هنا تضغط على المدينة الحالية فقط، يبقى الإعلان بتاعك هيظهر في المدينة بس، والمناطق الجانبية ملوش دعوة فيها. لكن لو حددت الولاية هيظهر ضمن الحدود الإدارية بتاعة الرياض. معلش دي معلومات دقيقة جدا، لكن انا بحب اشرح لكم عشان تبقوا فاهمين كل حاجه في الاعلانات باذن الله. وانت بمجرد ما فهمت الكلام اللي انا بشرحه لك هنا وسمعته اكتر من مره وشفت الكورس مرتين ثلاثه، هتلاقي نفسك فاهم كل حاجه بخصوص الاعلانات المموله على اي بلاتفورمز ان شاء الله. فهنيجي على المجموعه الاعلانيه دي وهنسميها عسل صدر الرياض. هنيجي على المجموعه الاعلانيه الاخيره دي وهنسميها مثلا منطقه مكه المكرمه، وهنحط الولايه. وهنيجي نكتب هنا المدينه وهنختار منطقه المدينه المنوره ولايه. هتلاقي هنا ان احنا ضفنا منطقه المدينة المنورة زي ما انت شايف، وضفنا منطقة مكة المكرمة، تمام؟ وهنيجي نسمي المجموعة الإعلانية دي مكة، هنسمي المجموعة الإعلانية دي مكة والمدينة. يبقى كده احنا مثبتين الميزانية. المجموعة الإعلانية دي هتصرف 500، ودي هتصرف 500، ودي هتصرف 500، ودي نفس الفيديو الناجح، ودي نفس الفيديو الناجح، ودي نفس الفيديو الناجح. لكن اللي اختلف معانا هو الاستهداف. الإعلان ده هيظهر في السعودية كلها، والإعلان ده هيظهر في الرياض فقط، والإعلان ده هيظهر في مكة والمدينة فقط. يعني انت مثلا بتشوف مثلا انت جاي تشغل اعلان في مصر مثلا، تمام؟ فاحنا في مصر اكتر مكان بيجيب مبيعات هو القاهره، ثاني اكتر مكان بيجيب مبيعات الاسكندريه، تمام؟ ده في معظم المجالات اللي انا اشتغلت فيها. في نسبه مرتجعات عاليه، في نسبه ناس ما بتستلمش الى اخره من وجع القلب ده. لكن انا بشرح لك، بقول لك انت مثلا لو حددت مصر كلها ممكن ما تجيبش مبيعات كويسه، لكن لو حددت مدينه في عينها، مثلا حابب تحدد الرحاب، حابب تحدد مدينتي، حابب تحدد الشيخ زايد، زي ما انت حابب تحط الناس اللي معاهم ايفون، حابب تحط الناس اللي معاهم اندرويد، حابب تحط متسوقون ومتفاعلون، مش حابب تحطها، دي كلها حاجة بترجع لك. مفيش حاجة ثابتة. ما تسمعش البني آدم بيقول لك ادخل واعمل زي ما أنا عملت بالظبط وهتجيب نتائج. لا، الحساب الإعلاني بتاعك غير الحساب الإعلاني بتاعه، المجال بتاعك غير المجال بتاعه، الجمهور المستهدف بتاعك غير الجمهور المستهدف بتاعه، الفيديوهات والكونتنت والصور بتاعتك غير الفيديوهات والكونتنت والصور بتاعته، ممكن حتى الدولة بتاعتك غير الدولة بتاعته. فأنا بديك الاستراتيجيات وأنت فكر في دماغك. فبكده لما نيجي نشغل الحملة الإعلانية دي، خلاص احنا هنلاقي مثلا ان تاني يوم الرياض مثلا جايب لنا 20 مبيعة، والسعودية جايبه لنا 10 مبيعات، ومكة والمدينة جايبه لنا 10 مبيعات. فاحنا خلاص فهمنا ان اكتر نسبة مبيعات على الفيديو ده هتجيلنا من الرياض. فانا خلاص هروح اشغل حملة اعلانية، هحط فيها ميزانية ولتكن 2000 جنيه، 3000 جنيه، 4000 جنيه، 5000 جنيه، واشغل الفيديو ده، الفيديو الناجح معايا في الرياض، علشان اكون ركبت المزاد بتاعي. خلاص انا المبيعات عمالة تجيلي وعمالة تزيد وتزيد وتزيد، وكل ما المبيعات تزيد كل ما ازود ميزانية. خلاص الدنيا زي الفل معايا، وبدأت احقق ربح، وبدأت احقق مكاسب، والدنيا مشيت. طبعا الكلام ده انت ممكن تعمله باي استهداف. ممكن تعمل مجموعة اعلانية للسيدات، ممكن تعمل مجموعة اعلانية للرجالة، ممكن تعمل مجموعة اعلانية تستهدف الرجالة والسيدات، ممكن تحط مجموعة اعلانية تستهدف فيها اللغة العربية، ممكن تحط مجموعة اعلانية تستهدف فيها كل اللغات. فكل دي حملات تيست احنا بنعملها، كل دي استراتيجيات تيست احنا بنعملها. ممكن تدخل تعمل اعلان كاروسيل، ممكن تدخل تعمل اعلان فليكسيبل، ممكن تدخل تعمل اعلان فيديو واحد وصورة واحدة، وتشوف ايه هو اكتر واحد هيجيب لك مبيعات. فدي
هي الاستراتيجيات اللي انا بفضل ان انت تعملها كتست، وفهم العميل بتاعك ان التست ده لابد منه، لازم تعمل تيست علشان توصل للجمهور الصح. وفهم عميلك ان انت بمجرد ما وصلت للجمهور الصح خلاص انت هتجيب له مبيعات هو ما كانش يحلم فيها اصلا. اتمنى ان تكونوا فهمتوا معايا المحاضرة دي الممولة باذن الله. فبعد كده بتيجي بتضغط على نشر، ترجع على الحملات الاعلانية، تلاقي ان الحملة الاعلانية بتاعتك هتتجدول نص ساعة وهتشتغل. هتيجي هنا بعد ما تضغط على الحملات الاعلانية تيجي تضغط على المجموعات الاعلانية، هتلاقي المجموعة الاعلانية الاولى والمجموعة الاعلانية الثانية والمجموعة الاعلانية الثالثة. هتلاقي هنا النتائج، هتشوف ايه هي اكتر مجموعة جابت لك نتائج هتسيبها شغالة، وهتيجي هنا تضغط على اغلاق وهتقفل المجموعتين اللي مش جايبين نتائج وبس. وممكن لو انت عامل جوه كل مجموعة اكتر من اعلان تيجي تضغط هنا هتظهر لك الاعلانات بتاعة المجموعات دي. شايف هنا بيقول لك جاري المعالجة، يعني نص ساعة هتلاقي الاعلان اشتغل وبدأ يجيب نتائج. طبعا انا الحملة دي هوقفها عشان كل اللي انا عملته ده مجرد شرح ليكم. كده كده الحساب الاعلاني ده كله اصلا انا بعمله علشان اشرح للطلاب بتوعي او للعملاء بتوعي او علشان اعمل عليه تيست للمنتجات اللي احنا بنصممها في منصة بامو. فانت هتيجي تشوف الاعلان اللي بيجيب لك اعلى نتائج، والنتائج دي هنشرحها في محاضرة ان شاء الله متقدمة. وبكده هنكون فهمنا كل حاجة عن ازاي نعمل حملة مبيعات رسائل للبراند بتاعنا. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضرة دي. لو انتم مهتمين في الميديا باينج ممكن تعملوا متابعة للقناة بتاعتنا، ممكن تسيبوا لنا في الكومنتات لو انتم عايزين محاضرات بخصوص موضوع معين، وما تنسوناش بدعوة حلوة. وفي النهاية لو عايزين تعرفوا اكتر عن المجال ده وتبدأوا تشتغلوا وتكسبوا فلوس من خلال انكم تمسكوا براندات في الخليج ومصر وفي مختلف الدول العربية والأجنبية، هتلاقوا الكلام ده كله مشروح في كورس الميديا باينج اللي هتلاقوه في الديسكريبشن اللي هينقلكم في حتة تانية بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.